تحياتي واهلا وسهلا فيكم. ما بين العرض الهجومي القوي لمانشستر سيتي والتوازن الدفاعي لرايو فايكانو، يظهر الفرق في الحالة الذهنية والتنظيمية بين الفرق الكبرى في مرحلة حساسة من هذا الموسم. السيتي يتحسن ويتماسك تدريجيا، بينما ريال مدريد يحتاج إلى إعادة ضبط إيقاعه قبل أن تتحول التعثرات إلى أزمة. بهذه الحلقة رح نحكي عن فوز مانشستر سيتي على ليفربول وتعثر ريال مدريد مع رايو فايكانو. قبل ما ندخل بالتفاصيل، لا تنسى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، وخلونا نفوت بتفاصيل حلقتنا. بداية، مانشستر سيتي يوجه رسالة قوية في سباق الدوري بفوز مستحق على ليفربول. وضع مانشستر سيتي نفسه بقوة ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد فوزه الكبير بنتيجة 3-0 على ليفربول في ملعب الاتحاد، في مباراة أكدت الفارق في الجاهزية الذهنية والتنظيم التكتيكي بين الفريقين. الفوز لم يكن مجرد نتيجة، بل كان عرضا كرويا متكاملا أظهر عودة الفريق بيب جوارديولا إلى مستواه المعروف بعد بداية متذبذبة في الموسم. تفوق السيتي يبدأ من التنظيم والضغط العالي. منذ الدقيقة الأولى فرض السيتي أسلوبه المعتاد، صبر في بناء الهجمة وتمركز ذكي بين الخطوط مع ضغط قوي عند فقدان الكرة. اعتمد جوارديولا على تشكيل مرن يتحول بين 4-3-3 و 3-2-5 عند الاستحواذ، حيث شفنا دائما في تقدم لمدافع من السيتي إلى منتصف الملعب من أجل خلق تفوق عددي، مما حد من قدرة ليفربول على الارتداد والتنظيم. بالمقابل، ظهر ليفربول فاقدا للنسق، خاصة في وسط الملعب، حيث وجد صعوبة في استعادة الكرة أو فرض الإيقاع. ورغم أنه أرني سلوت حاول الاعتماد على الضغط المبكر، إلا أن السيتي نجح في كسر هذا الضغط عبر تدوير الكرة وعكس جهة اللعب إلى الطرف الذي بيشغله جيرمي دوكو، لأنه بهذا اللقاء كان دوكو هو العنوان الأبرز في المباراة. قدرته على المراوغة واحد ضد واحد كانت السلاح الأهم للسيتي في هذا اللقاء، حيث اللاعب أجبر ليفربول على التراجع للخلف والدفاع أمامه، وخلق فوضى دفاعية مستمرة. كلما وصلت الكرة للجهة اليسرى أصبح دفاع ليفربول في حالة طوارئ، ومن تلك التحركات جاءت ركلة الجزاء الأولى، ثم لاحقا الهدف الثالث الذي سجله اللاعب بأسلوب فردي رائع جدا، عندما انطلق واستقبل كرة من فيل فودن وتوغل بحركة ذكية، وثم سدد كرة مقوسة في الزاوية البعيدة سكنت الشباك لمامارداشفيلي، وأعلن نهاية اللقاء أمام ليفربول. هذا الأداء يؤكد أن دوكو أصبح خيارا ثابتا وليس ورقة بديلة أو لاعب احتياط، بل عنصرا فنيا أساسيا في منظومة جوارديولا مع السيتي. أما بالنسبة لهالاند، ورغم إهداء ركلة الجزاء في بداية اللقاء، لم يتأثر اللاعب بثقته أو بحضوره، بل عاد وسجل هدف التقدم بضربة رأسية نموذجية، مستفيدا من سوء تمركز كوناتي، ومسجل هدفه الرابع عشر في الدوري هذا الموسم ليصل إلى 99 هدف في 108 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي. أرقام تؤكد أن النرويجي ليس مجرد مهاجم صدف، بل ماكينة تهديفية مستمرة بإيقاع غير مسبوق. اللاعب حرفيا لا يمكن إيقافه. أما على الجانب الآخر، ظهر ليفربول بوجه افتقد الديناميكية المعتادة، غابت القوة في الارتداد، وفشلت الخطوط في الحفاظ على المسافات الصحيحة، بينما بدا الدفاع مرتبكا امام اي تحرك عمودي او اختراق فردي. ورغم الغاء هدف فان دايك بداعي التسلل المؤثر على الحارس، الا ان ليفربول لم يقدم ما يكفي ليقول انه يستحق نتيجة مختلفة في هذا اللقاء. كما بدا ان محمد صلاح اقل تأثيرا مما كان عليه في السنوات السابقة، ورغم محاولاته في الشوط الثاني، إلا أن لمسته الحاسمة التي صنعت الفارق سابقا لم تظهر بوضوح هذه المرة، ما يثير تساؤلات حول جاهزيته البدنية وتوافقه مع أسلوب سلوت الجديد هذا الموسم. بالمحصلة، السيتي اليوم يبدو فريقا يعرف ماذا يريد وكيف يصل إليه، بينما ليفربول لا يزال يبحث عن نفسه بعد مرحلة انتقالية صعبة قد تكلفه الكثير إذا لم يتم تعالج الأخطاء سريعا. وهل فينا نقول أنه السيتي عاد فعلا إلى المستوى الذي يسمح له بالتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم أم لا؟ بالإضافة، نطرح على حالنا سؤال: ما سبب تراجع أداء محمد صلاح في المباريات الكبيرة مؤخرا، وحتى منذ بداية الموسم مع ليفربول؟ اللاعب يبدو أنه عنده شيء ما طبيعي، بعد ما كان لاعب حاسم وهداف في الموسم الماضي مع ليفربول، وكان هو القائد الأساسي وصاحب الفضل الكبير في تحقيق اللقب. هذا الموسم محمد صلاح مختفي تماما. جاوبونا على هذا السؤال بالتعليقات. وبننتقل من قمة إنجلترا إلى ديربي مدريد. ريال مدريد يتعثر أمام رايو فايكانو، أداء باهت وغياب للحلول الهجومية. عاد ريال مدريد بنقطة واحدة فقط بملعب فايكاس بعد تعادل سلبي مخيب أمام رايو فايكانو، في مباراة أكملت سلسلة التعثرات التي بدأت بهزيمة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا. وعلى الرغم من بقاء الفريق الملكي في صدارة الترتيب، إلا أن العرض الذي قدمه لم يكن مقنعا، وفتح الباب أمام برشلونة لتقليص الفارق والدخول مجددا في سباق الصدارة. شوط أول بلا أي أفكار واضحة، ريال مدريد بيدخل المباراة بوضوح بحثا عن ردة فعل بعد الهزيمة الأوروبية، لكنه صدم بفريق منظم وشرس في الضغط العالي،
حاول الفريق الملكي بناء الهجمات من العمق عبر فالفيردي وكامافينجا مع تحركات بيلينغهام بين الخطوط، لكن رايو فايكانو كان ناجحا في تقليل المساحات ومنع الكرة من الوصول مبكرا إلى إمبابي وفينيسيوس. أبرز فرص الشوط الأول جاءت من فينيسيوس جونيور الذي حاول أكثر من مرة من اختراق الدفاع، لكنه صدم بتألق حارس أوغوستو بياتالا الذي كان في قمة الجاهزية في هذا اليوم، في حين افتقد ريال مدريد اللمسة الأخيرة داخل الصندوق، وظهر نقص واضح في الإبداع رغم تواجد لاعب مثل أردا جولر الذي قدم لمحات جيدة لكن دون أي تأثير فعلي في النتائج. أنا شو بيفيدني لاعب بيعمل لي لمسات حلوة واستعراض ولكن بلا أي فاعلية؟ لكن ما ميز رايو فايكانو في هذه المباراة لم يكن الهجمات المرتدة فقط، بل القدرة على إغلاق العمق بالكامل وإجبار ريال مدريد على اللعب عرضي وبطيء، اعتمد على كتلة متوسطة متقاربة، ضغط ذكي عند فقدان الكرة مع انتقالات سريعة نحو الجناحين دي فروتوس والفارو غارسيا. ورغم قلة الاستحواذ إلا أن رايو كان أكثر شراسة في بعض اللحظات من ريال مدريد وكاد يتقدم من عدة فرص. أبرز تسديدة من دي فروتوس في الشوط الثاني مرت بجوار القائم. بهذا اللقاء شفنا إمبابي وبيلينغهام خارج الإيقاع تماما. كيليان إمبابي واصل سلسلة من المباريات التي يقترب فيها من التسجيل دون أن يفعل، حاول تقدم تحرك لكن اللمسة الحاسمة غابت هذه المرة. أما بيلينغهام فكان بعيدا عن منطقة الجزاء لفترات طويلة لأنه كان مضطر للعودة إلى الخلف واستلام الكرة من أجل بناء اللعب بسبب ضعف بناء اللعب في منتصف الملعب. والجانب الأهم، ريال مدريد افتقد لوجود صانع لعب تقليدي ينظم الهجوم ويفك التكتل الدفاعي، لاعب مثل مودريتش أو توني كروس. الاعتماد على المهارات الفردية كان واضحا في هذا اللقاء، لكنه لم يكن كافيا أمام فريق منظم مثل رايو فايكانو، فريق بيقدم دائما مستويات خارقة أمام كبار إسبانيا. وبالدقائق الأخيرة شفنا ضغط لكن بدون جدوى، مع دخول ألكسندر أرنولد بديلا في الدقائق الأخيرة. حاول ريال مدريد زيادة الإيقاع لكن رايو بقى متمسكا حتى النهاية ورفض الانهيار ليخرج بنقطة مستحقة. وبالوقت البدل الضائع كاد جولر أن ينهي المباراة بهدف متأخر، لكن الدفاع القوي أغلق المساحات ورفض تكرار سيناريوهات اللحظات الأخيرة التي اعتاد عليها ريال مدريد في المواسم السابقة. بالخلاصة الفنية فينا نقول إنه ريال مدريد بيمتلك عناصر هجومية مذهلة لكنه بيفتقد المنظومة الهجومية الواضحة أمام فرق بتدافع بتكتل منظم. المشكلة ليست في الأسماء بل بكيفية توزيع الأدوار وإيجاد المساحات في الثلث الأخير من الملعب. وهذا الشيء بيخلينا نطرح أسئلة للنقاش: هل مشكلة ريال مدريد تكتيكية في بناء اللعب أم أنها مشكلة في الحالة البدنية والإرهاق؟ لكن السؤال الأهم اللي طرحته على حالي بعد هذا اللقاء: أين هو غونزالو غارسيا، المهاجم اللي كان هداف كأس العالم للأندية؟ اللاعب بعد كأس العالم اختفى بشكل تام عن ريال مدريد وكأنه في حدا ما بده إياه يطلع على الساحة. هون نحن بنوصل لنهاية حلقتنا. بتمنى تشاركونا آرائكم بالتعليقات وتجاوبوا على الأسئلة وتضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتشاركوا الحلقة عند كل أصدقائكم. ودمتم بخير والسلام عليكم.